الشاعر يدرك أن الحقيقة تتسلل بين الكلمات، لذلك كتب قصيدته كما يكتب الناس اعترافاتهم في الحلم، غامضة لكنها شفافة، بسيطة لكنها تخفي عمقا لا يقاس. تقرأه فتدرك أن الشعر يمكن أن يكون فلسفة في هيئة غناء خافت. منذ عهد الفراعنة وأنا هكذا، كلما انقرضت تحت قلمي عائلة أقوم إلى أقرب حائط وأنزع من اليومية نافذة طالما أطللت عبرها على نفسي. أموت عطشانا ولا أداهن نفسي، أنا آخر الموتى لا مناص. أليست الحياة سيارة أجرة؟ أليس الموت شاحنة نقل؟ أنا عند الضرورة ومهما أسر ضنتي سوف أفتح ثغرة في النص وأعبر منها فوق جسر متحرك بين الفردوس والجحيم على دراجة هوائية. انكسر الرباب، انكسر الغصن الأخير في شجرة العائلة. هيا بنا، الجسر مكدس ولا نهر تحت، لا نهر، حتى ننثر فوق مياهه الملوثة ما بقي في قاع القارورة من شهيق متقطع ومن عطور يابسة. أقتصر على هذه المقاطع وهي من قليل الأكثر. هذه الطبعة الثانية صدرت مؤخرا قبل شهرين، الطبعة الثانية، والطبعة الأولى كانت قد صدرت سنة 2007 وهي تضم أعمال نصوصا يعني كتبتها في 7 سنوات مستعار. عند هيرودوت هو الذي حينما عثر على برج بابل في صندوقه البريدي عثر أيضا على رقعة شطرنج وحكمة قديمة. على مراتب الحقيقة الكذب. واليوم حيث كل الحقائق مؤجلة، النبيذ إلى الغد والذكريات إلى حياة غير هذه، ماذا سأفهم؟ في موقع خلية نائمة وفي آخر لا ينام أبدا. أنا كيف أكون معاصرا له وكل ما بيننا منذ ما قبل التاريخ ظلال وأقنعة. من حيز ومن فراغ أخلق للروتين مراياه وإطاره، وللزمن الضائع ليله ونهاره. أنا في الأصل مجرد مهرب للرمال، وها أنا اليوم ترجمان. ها أنا بهذه الصفة أكتفي بقبلة من وراء الزجاج، وها أنا أحشر أنفي بين شقوق هذا النص، لا لأبحث عن أي شيء ولكن لأنسى كل شيء. كلمة السر، مفتاح الخريطة، أفق انتظار القارئ، نوايا المؤلف، الطريقة وعكاز الطريق حتى المعنى. مكنسة الساحرة سرعان ما يضيع مني حين يتحول الضوء إلى كائن أسطوري بنهدين ولسانين وعين في مكان السرة. الضوء ذاته كثيرا ما ينساه الآخر حين تصعد الخمرة إلى وجنتيه، ولا سيما حين يبدأ سيف هندي أنه مصيبة كبرى. حين ذاك يدس قرنفلة زرقاء بين شفتيه، وفي الحين يشرع في الرقص حول أقدام امرأة في سن ليليت. امرأة هي في اللفظ عروس من الزج، وفي المعنى عنقاء. الضوء يفعل كل هذا، بينما أنا أفشل في تحويل أغلى أنواع الزجاج إلى استعارات من لحم ودم. أفشل تماما، غير أنني سرعان ما أعثر على معنى كل شيء في كل شيء، ولا سيما حين تشرق بين يدي مجعة صغيرة أو ورقة أو حتى فنجان.
من حيز ومن فراغ، أخلق للروتين مراياه وإطاره، وللزمن الضائع ليله ونهاره. أنا في الأصل مجرد مهرب للرمال، وها أنا اليوم ترجمان. ها أنا بهذه الصفة أكتفي بقبلة من وراء الزجاج، وها أنا أحشر أنفي بين شقوق هذا النص، لا لأبحث عن أي شيء ولكن لأنسى كل شيء. كلمة السر مفتاح الخريطة، أفق انتظار القارئ، نوايا المؤلف، الطريقة وعكاز الطريق حتى المعنى. مكنسة الساحرة سرعان ما يضيع مني حين يتحول الضوء إلى كائن أسطوري بنهدين ولسانين وعين في مكان السرة. الضوء ذاته كثيرا ما ينساه الآخر حين تصعد الخمرة إلى وجنتيه، ولا سيما حين يبدأ سيف هندي أنه مصيبة كبرى. حين ذاك يدس قرنفلة زرقاء بين شفتيه، وفي الحين يشرع في الرقص حول أقدام امرأة في سن ليليت، امرأة هي في اللفظ عروس من الزج، وفي المعنى عنقاء. الضوء يفعل كل هذا، بينما أنا أفشل في تحويل أغلى أنواع الزجاج إلى استعارات من لحم ودم. أفشل تماما، غير أنني سرعان ما أعثر على معنى كل شيء في كل شيء، ولا سيما حين تشرق بين يدي مجعة صغيرة أو ورقة أو حتى فنجان. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاح، شكرا لك. يعني هو شاعر يدرك أن الحقيقة تتسلل بين الكلمات، لذلك كتب قصيدته كما يكتب الناس اعترافاتهم في الحلم، غامضة لكنها شفافة، بسيطة لكنها تخفي عمقا لا يقاس. تقرأه فتدرك أن الشعر يمكن أن يكون فلسفة في هيئة غناء خافت.